السلام عليكم اخوتي كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنقدموا لكم واحد الوصفه متميزه هذه المره، واللي هي لا تارت بالشوكولات. فهنا غنقدموا لكم هذه الوصفه بطريقه جد سهله ومكونات بسيطه، بحيث كتخرج لنا زوينه لا من ناحيه المنظر ولا الشكل ولا كذلك المذاق. فهنا بقاو معنا الفيديو باش تعرفوا على تفاصيل الوصفه. في إناء غنحتاجو 2 البيضات، وهنا غنستخدمو الخلاط الكهربائي باش نفلتو كاع المكونات ديالنا. غنضيفو لهم كاس إلا ربع السكر وساشي ديال سكر فانيليا. غنضيفو نص كأس د الزيت وكأس عامر د الحليب. فأنا غير بالسرعة يعني كيتزل علينا داك الحليب. فأنا غنخلطو المكونات مع بعضياتهم، وغنضيفو 2 معالق كبار الكاكاو بودرة. فهنا غنبداو نضيفو طحين فرص الحلويات تقريبا ما يعادل 240 غرام. غنزيدو ليهم 2 الأكياس د الألزا أو الخميرة الكيميائية، فهنا عندنا تقريبا 14 غرام. وغنجمعو الخليط ديالنا. وفي الأخير غنضيفو ملعقة كبيرة د الخل. من بعد ما جهزنا الخليط ديالنا غنوجدو القالب اللي غنديرو فيه ورق الفرن. فانا كما كتلاحظوا كيجي القوام ديالها. وبالنسبه للفرن فانه ما كيكونش سخون مسبقا، كنحطوها فيه هي بارده، غير كنشعل ليه من تحت حتى تنفخ، عاد نشعلو من الفوق. هنا بالنسبه للكريمه غنحتاجو كأس عامر ديال بودرة كريم شانتيي، وغنضيفو ليها كاس ونص ديال الحليب اللي كيكون مثلج، فهنا ضروري ما يكون مثلج. وغنزيدو ليه واحد الملعقه صغيره ديال الكاكاو اللي غير غتحيد ليه ديك البيوضيه بزاف، واللي غتعطيه واحد النسمه ديال الكاكاو زوينه. فهنا غنبقاو نطلعو في الكريمه ديال دا تطلع معنا مزيان. فكل ما كانت ثقيله معاكم حاولوا انكم تزيدوا الحليب. لكن ما قلت لكم انا زدنا نص كاس الحليب، فيعني بالاجمال درنا كاس ونص الحليب، واللي ضروري ما يكون انه يعني مثلج، يعني بارد واحد الدرجه كديروه في الكوتي برد معكم مزيان، عاد ممكن انكم تخدموا به. فهنا من بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران وخليناها تبرد مزيان، غنحاول اننا نقطعوها في الوسط، وهنا غنسقيوها بشويه ديال القهوه اللي كنكونوا دايرين فيها السكر حلوه، وغنبداو نسقيو الكيكه ديالنا كامله. فهنا غنبداو نخدمو بلا كريم شانتيي ديالنا.
وهنا غنديرو عليها يقرقع مهرمش. كيبقى لكم الاختيار ديروا اي نوع من المكسرات. فهنا غنغطيوها الطبقة الثانية بالكيكة، وغنديرو لها لا كريم شونتيي بالرفرف. هنا غنحاولو اننا ندهنوها كاملة. فهنا غناخدو اللوز إفيلي وغنبداو نزوقو الاطراف لاطاكس ديالنا. فبالنسبة للتزيين ممكن انكم تبدعوا فيه على خاطركم، كل واحد شنو كيفضل. تنسيو كاع الجوانب. فانا ديك لا كريم اللي بقات لينا غنحاولوا اننا نزينو بها. فانا غنغطيو الوسط الشوكولات الداكنه اللي كنكونوا ذوبناها بحمام مريم مع شويه ديال الحليب. فانا غنغطيو كاع دوك البلايص اللي خاويين اللي ما كيوصلوش ليها. فهنا كنكونوا تقريبا سالينا من لاطاكس ديالنا، وغنحطوها في الثلاجه تتبرد. فعكس كيجي الشكل ديالها من بعد ما خرجناها كنقطعوها، فكتجي بالمنظر ديالها رائع وكذلك المذاق ديالها. فهنا كما قلت لكم مكونات بساط ممكن انكم تخرجوا واحد الطاقة اللي كتجي رائعه. فانا ما بقى لي نقول لكم الا شكرا للمتابعه ديالكم للفيديو. ما تبخلوش علينا بجيم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد في الفيديو القادم ان شاء الله.